أكيد حصلت معانا كلنا. الخروجة اللي مترتبة بقالها فترة تتلغي فجأة. والمفاجأة مش إننا نزعل، لأ، المفاجأة إننا نحس براحة. لو الإحساس ده مش غريب عليك، يبقى الشرح ده هيلمس معاك جدا. النهاردة هنفهم بالظبط إيه الأسباب النفسية العميقة اللي ورا حب قعدة البيت، وهنشوف الموضوع من وجهة نظر واحد من عمالقة علم النفس، كارل يونغ. خلينا نبدأ من هنا، من اللحظة دي بالظبط. خروجة اتلغت وإحساس بالراحة غمرك، إحساس بالارتياح إنك هتقضي الليلة لوحدك. أول حاجة محتاجين نعرفها ونطمن بيها نفسنا، الإحساس ده صحي وطبيعي جدا. طب إيه السر ورا المتعة دي؟ ليه عالمنا الخاص ده مريح أكتر من أي مكان تاني؟ ده السؤال اللي هنحاول نجاوب عليه سوا. وهنا أهم نقطة لازم نبتدي بيها عشان نرتاح. الإحساس ده مش معناه إن في حاجة غلط فينا أبدا. كارل يونج نفسه مش بيشوف الشخص اللي بيحب بيته على إنه منطوي أو مش اجتماعي، لا خالص. هو شايف إن ده توجه نفسي أصيل، طبيعي وأساسي في تكويننا. يعني ببساطة دي مش مشكلة محتاجة حل، دي طريقة مختلفة وصحية للحياة. طيب، عشان نفهم الموضوع أكتر محتاجين ندخل في قلب نظرية كارل يونغ. يونغ كان شايف إن كل واحد فينا عنده طاقة نفسية زي بطارية كده، القوة اللي بتحركنا، والطاقة دي ليها اتجاهين أساسيين. يونغ قسم الناس لنوعين أساسيين: الانبساطي أو الإكستروفرت، والانطوائي أو الانتروفرت. الموضوع عامل إزاي؟ الانبساطي بطاريته بتتشحن من العالم الخارجي، من الناس، من الخروجات، من الأحداث. أما الانطوائي فالعكس بالظبط، بطاريته بتتشحن من عالمه الداخلي، من أفكاره، من هدوءه، من خياله. الشاحن بتاعه موجود جواه مش بره. ودي أهم نقطة في الموضوع كله. يونغ أكد إن مفيش نوع أحسن من التاني، مفيش صح وغلط هنا، هما مجرد اتجاهين مختلفين وصحيين تماما. التشبيه اللي قدامنا ده عبقري. تخيل إنهم زي نهرين، مصدرهم نفس الجبل، لكن كل واحد فيهم ماشي في اتجاه. هل نقدر نقول إن النهر اللي رايح شرق أحسن من اللي رايح غرب؟ طبعا لأ، الاتنين ليهم نفس القيمة ونفس الأهمية. وبما إن الشخص الانطوائي بيشحن طاقته من جوه، فالبيت هنا بيكتسب أهمية خاصة جدا. البيت ما بيبقاش مجرد 4 حيطان، لأ، ده بيتحول لمساحة نفسية حيوية، لمكان ليه معنى أعمق وكتير. البيت هنا بيتحول للي ممكن نسميه الملاذ النفسي. يعني إيه؟ يعني المكان اللي بنفصل فيه عن دوشة العالم اللي بره، عن ضغط الشغل والناس، عن كل حاجة بتسحب من طاقتنا. في المكان ده بنقدر أخيراً ناخد نفسنا بجد، روحنا الحقيقية بتعرف تتنفس، وبطاريتنا اللي فضيت بترجع تتشحن تاني. والطريف إن كارل يونغ نفسه صاحب النظرية دي كان محتاج للملاذ ده في حياته. سنة 1923 قرر يبني لنفسه برج على شط بحيرة، مكان بدائي جدا، تخيلوا، من غير كهرباء ولا تليفون. ده كان المكان اللي بيهرب له عشان يكون يونغ بس، بعيدا عن دوره كعالم نفس مشهور وأب وزوج. هناك كان بيرجع لنفسه. يونغ وصف المكان ده بكلمات مؤثرة قوي. قال إنه المكان اللي الروح فيه بتدور على مركزها، والكلام ده مش ليونغ بس، ده لكل واحد فينا. كل شخص بيلاقي راحته في قعدة البيت، هو في الحقيقة بيبني البرج الخاص بتاعه، المكان اللي بيحميه واللي بيسمح له يكون نفسه فعلا. وعشان نتعمق أكتر في أهمية البيت، يونغ بيقدم لنا مفهومين مهمين جدا. الأول هو البيرسونا أو القناع، وده القناع الاجتماعي اللي كلنا بنلبسه كل يوم عشان نتعامل مع الناس في الشغل، في المناسبات، النسخة الرسمية مننا. والتاني هو الشادو أو الظل، وده بقى كل الأجزاء اللي بنخبيها من شخصيتنا، مخاوفنا، غضبنا، الحاجات اللي بنحس إنها مش مقبولة اجتماعيا. طيب، إيه اللي بيحصل لما بنرجع بيتنا ونقفل الباب ورانا؟ القناع ده بيتقلع، بنرميه، وبنقدر نكون على راحتنا وعلى طبيعتنا. والأهم من كده كمان إن الظل بتاعنا بياخد فرصة إن يظهر ويتنفس، وده مش شيء وحش أو يخوف، بالعكس تماما. يونج بيقول إن دي أول خطوة وأهم خطوة في رحلة التكامل النفسي، اللحظة اللي بنعترف فيها بكل أجزائنا ونقبلها، الحلو والوحش، عشان نبقى شخصية كاملة ومتوازنة. دلوقتي خلينا نتكلم في نقطة مهمة قوي، الفرق بين مفهومين الناس دايما بتتلخبط بينهم، وهنربط حب قعدة البيت ده بفكرة قديمة وعميقة جدا في تاريخ البشرية كله. يونغ كان عنده فكرة اسمها النماذج الأصلية أو الاركيتايبس. ببساطة دي صور أو أفكار عالمية موجودة في اللاواعي بتاعنا كلنا ورثناها عبر الأجيال. واحد من أقوى النماذج دي هو الناسك الحكيم. عارفين صوت الشخص الحكيم اللي عايش لوحده في الجبل وبيجيله الناس عشان ياخدوا منه الحكمة؟ هو ده. فالرغبة في إننا نقعد لوحدنا دي ممكن تكون مجرد صدى للنموذج العظيم ده جوانا. وهنا بقى لازم نوضح الفرق تماما. في حاجة اسمها loneliness، ودي الوحدة اللي بتوجع، الإحساس المؤلم إنك لوحدك غصب عنك. وفي حاجة تانية خالص اسمها solitude، ودي الوحدة اللي بنختارها بمزاجنا. دي مش حرمان، دي غذاء للروح، دي رفاهية،
اللي بيحب يقعد في بيته هو بيمارس فن السوليتيود، وده شيء إيجابي وبناء جدا. يبقى الموضوع مش مجرد قعدة بيت وخلاص، لا، دي رحلة للداخل، ليها هدف أسمى وأعمق بكتير. فكر فيها كده، أي فكرة جديدة، أي حل لمشكلة، أي إبداع بيجي منين؟ بيجي من حوار داخلي، حوار بين أفكارنا الواعية والأفكار العميقة اللي في اللاوعي. والحوار ده محتاج هدوء، محتاج صمت، والبيت هو اللي بيوفر البيئة المثالية دي. عشان كده مش صدفة إن أعظم المبدعين كانوا بيلاقوا إلهامهم في هدوء عزلتهم، مش في دوشة الحفلات. والتاريخ مليان أمثلة على كده. مارسيل بروست كتب أعظم أعماله وهو قافل على نفسه في أوضة نومه. إيميلي ديكنسون كتبت حوالي 1800 قصيدة وهي في بيتها. حتى إسحاق نيوتن نظرية الجاذبية جات له وهو في فترة عزل. الناس دي ما كانتش بتهرب من العالم، بالعكس هما كانوا بيلاقوا طريقة أعمق لفهمه من خلال عالمهم الداخلي. كل الكلام اللي قلناه ده بيوصلنا لأهم وأعمق مفهوم عند كارل يونغ، التفرد أو الانديفيدويشن. ودي ممكن نعتبرها المهمة الأسمى في حياة كل واحد فينا، إننا نكتشف ونحقق ذاتنا الحقيقية الكاملة، مش الشخص اللي المجتمع أو أهلنا عايزينه، لا، الشخص اللي إحنا فعلا هو بنسختنا الأصلية الفريدة. يونغ لخص الرحلة دي كلها في جملة واحدة عظيمة. قال إن أعظم امتياز ممكن نناله في حياتنا هو إننا نكون نفسنا بجد. امتياز العمر هو أن تصبح ما أنت عليه حقا. والرحلة دي محتاجة مساحة هادية وشجاعة عشان نواجه فيها نفسنا بصدق، وده شيء صعب قوي يحصل وسط زحمة العالم ودوشته. وعشان كده البيت هو الحاضنة أو الوعاء اللي بيحتوي الرحلة العظيمة دي. قعدة البيت هنا مش هروب من العالم، دي استكشاف أعمق للعالم بس من جوه. دي مش سلبية، دي عملية نشطة وشجاعة وضرورية لنمونا النفسي. فالمرة الجاية اللي تختار فيها تقضي وقت مع نفسك في بيتك، بدل ما يجيلك إحساس إن في حاجة بتفوتك بره، افتكر إنك ممكن تكون بتقوم بأهم رحلة في حياتك كلها، رحلة اكتشاف الذات. وهنا يجي السؤال الأخير اللي هنسيبه يتردد جوانا: ماذا لو كانت أعظم مغامرة مش السفر حول العالم، لكن رحلة العودة إلى نفسك؟